وانا في كليه الزراعه، فكان في محكمه الجيزه ورانا ورا كليه الزراعه، فبين محاضره بين معمل بين حاجه بناخد شله بنات على صبيان على بتاع، بنروح نقعد في المحكمه نتفرج على اللي بيحصل. تتفرجوا عليه. فلقيت القضيه كانت قضيه امن دوله، حاجه زي كده. ايه امن الدوله بقى؟ واحد فران من اللي هو بتوع العيش دول بيعملوا كده. طبعا مش معقول هيوزن مليون رغيف في اليوم يعني. ففي ناس اخصائيين بيجي ساعات البوليس يطب عليه بيلاقي في جرام ناقص، جرام مش عارف ايه، بياخدوه في محكمه يحاكموه. فانا قاعد بتفرج، وبعدين لقيت ان الراجل النيابه بتقول هذا الذي يمتص دماء الشعب المصري. ببص اللي بيمتص دماء الشعب المصري لقيت راجل ايه؟ عيان ورقبته رفيعه وحاطط ليمونه هنا ورابط دماغه. فرحت واقع من الضحك. فالراجل قاضي قال لي قوم. قال لي انت بتضحك ليه؟ قلت له قال لي اصل ايه؟ حبس 24 ساعه. لقيت نفسي في الصندوق في القفص واقف مع اللي بيمتص دماء الشعب المصري ده. وبعدين رفعت الجلسه قالوا لي تعالى القاضي عايزك. رحت. قال لي انت بتضحك ليه؟ قلت له اصل لقيت النيابه بتقول على ان الراجل ده بيمتص دماء الشعب المصري، هو اساسا عايز نقل دم عشان خاطر